قلد الشاب الحكم في السن 28، وهنا بدأ يبرز الاسم كيم جونغ أون، فقام بإكمال تطوير السلاح النووي والصواريخ البالستية العابرة للقارات. كما ساهم في تقديم نفسه على أنه مثل جده المؤسس، فقام بارتداء نفس الملابس اللي كان جدو كيلبسها ونفس تسريحات الشعر. كما قام باعتقال وإعدام العديد من معارضيه، منهم زوج عمته الذي أمر بإعدامه بطريقة بشعة، الشيء اللي خلاه يتحكم في الدولة كاملة بدون أي معارضة. وفي سنة 2017 صعد لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وبدأ بالتهديدات الكورية الشمالية من مقر الأمم المتحدة، الشيء اللي خلى كيم جونغ أون يرد على ترامب بتصريحات عنيفة. لكن ومع تطوير الصواريخ البالستية قام ترامب وأعلن عن لقائه لكيم جونغ أون في سنغافورة، وبعدها أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي لا يزال في منصبه يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد لقائه التاريخي مع زعيم